يا جدعان اخباركم عاملين ايه؟ تجهزوا لي عشان عندنا ورطه في كاس العالم، هندغدغ الدنيا في كاس العالم. فقولي بقى عشان راجع لكم بقوه. تعالى بقى خلينا في الموضوع بتاع النهارده، ايه سر التألق ما بين كريم فؤاد وكولر؟ عشان الاثنين دول مش سالكين ومش جايين معاها سكه. الاثنين دول بحسهم ايه؟ صهاينه كده، جايين من الشارع، بيلعبوا كوره في الحواري. كولر بيعتمد على كريم فؤاد ازاي؟ هقول لك عملي وشرحا وكل حاجه، دي فقره جديده بنقدمها. اتمنى يا رب ان شاء الله ان هي تعجبكم، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفقره اللي انا هقدمها دي. كولر لعب الزمالك من بدايه يعني ماتشين الاتحاد المنستيري تخصص. لما انا طلعت قلت كولر مدير فني يا جماعه واقعي، شكله مش بيألف. الناس زعلت. جه ماتش الاسماعيلي، الراجل نزل كريم فؤاد قطع كوره قام عاملها جون. قلت الراجل ده في فنيات هتبدا شكلها تبان مع الاهلي، هو ما بيألفش. كولر بيلعب 4-2-3-1 وانا اوريك ازاي وايه اللي بيحصل وايه اللي بيتعمل. كولر جه في ماتش الزمالك لاجل حظنا وبابنا الاسود والتين واحنا موعودين مع الاهلي ان الفنيات بدات تظهر اليوم ده. فنيات كولر بدات تظهر اليوم ده. الراجل اللي اسمه زكريا الوردي اداهم الكوره، جابوا بقى الجون الاولاني. ده ما كانش الجون الاولاني، ما كانش يعتبر ان في شغل. الشغل كله بتاع الاهلي في الجون الثاني. كولر ضغط على الزمالك من جميع الاطراف، من عند احمد عبد القادر وعلي معلول وطاهر واكرم توفيق. قال لهم دغدغوهم من على الجناح، ما طلعهمش بالكوره. الناس دي ما تطلعش بالكوره. ده اللي خلى شكل الزمالك كده، ده اللي وصل الزمالك للمنظر ده، ان احنا مش عارفين نلعب اصلا، مش عارفين نطلع بالكوره. كان الاهلي بيلعب بترول اسيوط من الضغط اللي كولر كان عامله. كولر بيعتمد بقى في الجنب اليمين ده اللي انا هوريه لك بقى. دي يا جماعه طريقه لعب كولر اللي هو بيعتمد 4-2-3-1 وما فيهاش تأليف. الراجل مش بيألف، دول 4 هم 2-3-1، ما بيألفش ولا بيكابر. تعال اقول لك بقى كولر عمل ايه. المكان ده بالذات اللي بيلعب فيه طاهر. كولر بيدي تعليمات لطاهر، تعليمات شنيعه. بيقول له اقتل الباك اللي انت بتلعب عليه، ما تقتلوش كوره. هو قايل له انت ما بتعرفش ترقص ولا بتعرف تشوط. قدرت تعدي بواحده وعملتها لبره كان به، ما قدرتش اهلك الباك ده بقى، التحم معاه واضرب فيه واعمل معاه فاولات. وده اللي وصل احمد ابو الفتوح للاصابه، لان طاهر قوي بدنيا، قعد يلتحم معاه وصله للاصابه. في دقيقه، في لحظه ما، كولر بيبقى واقف على الخط، بيحس ان الباك ده خلاص جاب اخره. هو خلاص جاب اخره، استهلك. بيقوم منادي لاي مساعد من اللي معاه ولا اي نفر من اللي معاه كريم فؤاد. في ثانيه كريم فؤاد بتلاقيه واقف اول تبديل. بصوا يا جماعه كريم فؤاد في الجون ده، في الجون بتاع الزمالك فين؟ بص الراجل واقف فين في الجون ده. ده اللي انا بقول لكم عليه، ده التغيير بتاع اللي كولر بيعمله. نيجي الماتش الداخليه، وده اللي كريم فؤاد بقى اتألق فيه بطريقه بحته. ده الكوره الاولانيه اتحسبت اوفسايد، والعلم هي مش اوفسايد. بصوا يا جماعه كريم فؤاد فين. الملعب كله بيميل هناك، كده بالطريقه دي. كل الملعب بيبقى مايل الناحيه دي. ده برده الطريقه اللي جه منها جون الزمالك، اللي طاهر لم فيها امام عاشور وعملها بالعرض. كولر مدي تعليمات للاعيبه الاهلي كلها اللي في المكان ده كلها، كل اللي متحوطين دول، سيبك من الاربعه اللي ورا دول ما بيتقدموش، دول ما تطلعوش. الناس دي كلها اول ما الكوره تيجي معاكم اول واحد تبصوا عليه هو ده، اللي هو مين؟ ده كريم فؤاد. مدي بقى هو تعليمات لكريم فؤاد، اول ما الكوره تبقى مع واحد من دول انت مالكش دعوه بحاجه، انت ما بتعملش حاجه، انت بتروح هنا، انا عايزك واقف هنا وخلاص، هي هتجيلك. انا مدي تعليمات للناس دي، هيوصلوك الدليفري هنا، هتاكل انت هنا، هتقوم جاي انت واكل هنا، زي ما كلت الزمالك وكلت في جون الاسماعيلي وكلت في الرجاله بتاعت الداخليه. هو كولر مدي التعليمات كده. تعال اوريك ازاي. ادي الكره اللي اتحسبت اوفسايد اللي احنا قلنا عليها. الجون بقى يا جماعه اللي كريم فؤاد جابه، الجون اللي كريم فؤاد، الكره بتتلعب كورنر. بص كريم فؤاد هيتحرك دلوقتي فين. اول واحد بص عليه قفشه هو كريم فؤاد، هو مديه تعليمات كده. اول واحد بص عليه قفشه هو كريم فؤاد، مديه تعليمات لكريم فؤاد. اول ما الناس دي تستلم الكره انت ما بتعملش حاجه، انا عايزك تقطع هناك ومالكش دعوه باي حاجه. خش اقف قدام الجون ومالكش دعوه، اقف هناك ومالكش دعوه. الراجل بيلعبها له بيجيب منها جول. الجون بتاع حمدي فتحي برضه الراجل بيعدي، كل الملعب بيبص على مين؟ على كريم فؤاد.
اتلعبت له، قام الراجل بيلم اتنين، مش عارف الاتنين دول اصلا كان المفروض بيعملوا، انتوا واقفين بتعملوا انتوا الاتنين اصلا. الراجل قام جاي لامم بيشوط، ترد لحمدي فتحي بيجي منها جوه. ده الشغل اللي بان منه كريم فؤاد، او دي الطريقه العمليه اللي كولر بيستخدم فيها كريم فؤاد. وانا بقى شايف ان في يعني فنيات كتير الراجل بيطلعها. فين بقى يا جماعه ان هو الراجل ما عندوش فنيات؟ انت راجل زملكاوي حقك انك تزعل، انك تزعل ان الاهلي مثلا معاه مدير فني جامد، زي ما هم كانوا زعلانين ان فريرا قبل ما بيبرشم او قبل ما ياخد البيراسول ولا السبيرتو اللي هو بياخده ده، كان هو جامد طول عمره جامد، محدش يقدر يختلف عليه، ولا انا ولا انت ولا اي حد في مصر يجي فيه في الكوره حاجه. فكانوا زعلانين وعارفين ان فريرا مدرب جامد ومدير فني جامد، فالاهلي بقى معاه مدير فني جامد. انت برضو حقك تزعل، بس مش حقك تنتقد. يعني انا ما ينفعش اقول على كولر مش مدير فني، لا كولر مدير فني جامد وزيه زي فريرا. انت تزعل ما تزعلش، انا بقول لك الحق وخلاص. كولر مدير فني زيه زي فريرا، اللي يطلع الشغل ده في اقل من شهرين لا يبقى هو مدير فني. ولا انا بتكلم غلط؟ يبقى مدير فني ولا مش مدير فني؟ فده الكلام اللي انا بقوله يا جماعه. كولر مدير فني كفء، وعرف يطلع من كريم فؤاد اللي ما كانش اصلا يلعب في الاهلي، ولا هو ولا محمود متولي. انا ما كنتش اتوقع ولا انت ولا اي حد ان الناس دي كانت هتقعد في الاهلي اصلا. ده محمود متولي بقى بيلعب اساسي، وكريم فؤاد بقى التغيير الاولاني ليه. يعني جاب ناس من مش على الدقه اصلا، جاب ناس بتتفرج زينا في التلفزيون على بيلعبوا في الاهلي، اسمهم بيروحوا يتمرنوا، بس بيروحوا يقعدوا في البيت يتفرجوا على التلفزيون وبعد كده يروحوا التمرين من الصبح. جابهم من قدام التلفزيون بقى بيلعبوا مره واحده. بقى ده مدير فني ولا مش مدير فني؟ يلا لو الحلقه عجبتكم انزلوا اكتبوا لي كومنتات واعملوا لي لايكات. استنوني في كاس العالم عشان وعد الله هندغدغ الوشوش بتاعت المنتخبات اللي راحت بقت امرين دي هناك.